بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كب كيك كده بطريقه سهله وبسيطه. المكونات عندنا موجوده ومش حاجه مش مكلفه قوي. ماشي، معانا عدد 2 بيضه اهم زي ما انتم شايفينهم كده. ماشي، هنضرب ده كله في الخلاط بتاعنا. تمام، عايزين تضربوا بالمضرب مفيش مشكله. طبعا هنزل بعدد 2 بيضه، هنحط معاهم كيس فانيليا، هنحط كيس فانيليا عشان الزفاره، وهننزل معاهم بكوب ايه من السكر. ماشي، مج او لو عندكم بتاع زي دي مفيش مشكله. شايفين؟ ماشي، هننزل بزبدايه اللي هي الصغيره بتاعتنا دي، اهي عدد واحده زبادي. هننزل بتاع بردك من المعيار اللي احنا عايرنا بيه، واحدة زيت. نضرب بردك ده كله كده في الخلاط. تمام كده، ده القوام بتاعنا اهو اللي احنا عايزينه. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا. كله هننزل بيه بالمعيار بتاعنا، نفس الكوبايه اللي احنا هنعمل بيها. هنقلب بيها الدقيق، هنعمل بيها السكر، هننزل بالدقيق، هننزل بالزيت، هي كوبايه واحده. ده طبعا الدقيق هيبقى من المعيار بتاعنا ده 2. طبعا انا نخلاه مره واثنين وثلاثه عشان خاطر يدينا قوام حلو. شايفه كده؟ تمام. هننزل برضك بالمعيار بتاعنا اهو. بس قبل ما انزل اقوم حاطه فيه الكيس البيكنج باودر بتاعنا، اب كب كيك لو انتوا عندكم اللي هو كب شيف ده. وهننزل بمعلقه من الخل. وهننزل برشه ملح صغيره، رشه كده صغيره خالص. تمام، هنقلب المكونات بتاعتنا كده. لسه برضك احنا ما حطيناش بقيه الدقيق.
هننزل ببقيه الدقيق بتاعنا. وهننزل بنفس المعيار بتاعنا بكوبايه لبن بغرفه الايه المطبخ. كده هي مش محتاجه حاجه، كده كده تمام اهو. بصوا القوام اللي انا عايزاه. اهي زي ما انتم شايفين كده، ده القوام اللي انا محتاجاه. يبقى كده تمام. نيجي كده هنا ونقوم حاطين دي اللي هي بتاعت الشاي ديت. الكوبايات دي بتبقى جميله جدا لما تعمليها وتدخليها الفرن، ما تقلقيش من اي حاجه من اي حاجه. شوف هتعمل معايا قد ايه. هنجيب بقى بتاعه الزيت بتاعتنا وهندهن المجات بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين كده. لو حبيتي ان انت تشوفيها من جوه ولا حاجه، تفتحي الايه، تقطعي الكرتونه ديت وتشوفيها من جوه. وانا من رايي يعني انتوا تضاعفوا الكميه عشان الاولاد عندكم هيحبوا، الاولاد والكبار كمان عامه يعني. كده تمام اهي. دهنت كله زي ما انتم شايفين. تملوش البتاع للاخر عشان انتوا عارفين ان هي لسه اهي هتخمر، يعني نصها كده او اقل من نصها. تمام. ايه وتكملوا بقيه الكميه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هي عملت 8، بس انا ممكن انقص بردك ايه من الكوبايات شويه. تمام كده. شايفين الشكل النهائي بتاعها اهو. كده انا خلصت اهو زي ما انتم شايفين. هاجي بقى في كل واحده كده هحط معلقه بتاع دي، اللهم صل على النبي، معلقه تين، مربى تين، مربى فراوله، مربى مشمش، اي مربى انتوا بتحبوها او اي مربى انتوا ايه محتاجينها. حطيت في كل واحده اهي معلقه كده. دي مربى تين. طبعا بردك حتى لما تستوي هتلاقوها ايه، هي نزلت لتحت. ما تقلقوش من اي حاجه، هي بتدي طعم جميل جدا في الايه اهي. كده تمام. هدخلهم على الفرن بقى وهوريكم الشكل النهائي بتاعها. بصوا بقى بعد ما طلعت من الفرن قدامكم اهي زي ما انتم شايفين.
بصوا العلو بتاعها، بصوا الجمال. التزويق بقى ده اختياري من عندكم. انا عملت دهنت كده وشها بالمربى زي ما انتم شايفين اهي. وحطيت شويه جوز الهند كده، ده اختياري زي ما انتم عايزين. شوفوا شكلها عامل ازاي، شايفين؟ عايزين تزودوا الكميه بقى زودوا. بص من جوه عامله ازاي. بصوا بصوا الحلاوه عامله ازاي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بألف هنا وبألف شفا.